يا شباب، عاملين ايه يا شباب؟ الاخبار نور الدنيا كلكم. حاليا احنا طبعا قصاد موقع جميل جدا جدا جدا. طبعا اكيد كله عارفه دلوقتي. تمام. الموقع دوت حرفيا هو يعني بيعمل كل حاجة في السوشيال ميديا. تمام، تصميمات بقى كل حاجة حرفيا. يعني من وجهة نظري هو الافضل من كل المواقع التانية. موقع يعني فيه كل المميزات. بتمنى ان تستفيدوا منه عشان هو حرفيا مجاني. تمام. طبعا في كل المميزات واللي انت في خيالك ممكن تكون يعمل لك اي حاجه عموما. اوكي. النهارده يا شباب هنجرب كل حاجه في كانفا. اوكي. وهنعمل يعني هنعمل فيديو جميل جدا. بس الفيديو ده هيبقى يعني طويل شويه، بس هو في كل حرفيا في زتونة. من الآخر في زتونة. أوكي. طيب يا شباب، أول حاجة دي صفحتي أو قناتي على يوتيوب. يا ريت تشتركوا فيها، وعشان فيها حاجات كتير هتعجبكم. ويلا بينا نبدأ على الموقع. أولا طبعا انتوا عارفين تسجلوا ازاي على الموقع. موقع بسيط جدا جدا جدا، أبسط من التسجيلات ما أي حد يعرف يسجل في أي موقع. لو مش عارف تسجل في موقع شوف أي فيديو تاني. الفيديو مش هيفيدك. تمام. طيب، هو القصة كلها يا جماعة نكست نكست على الموقع على الجيميل بتاعك وخلاص. اوكي. طيب. آه... نبدأ ان شاء الله على خير. اول حاجة يا شباب، كلمة البحث يعني ايه؟ عايز مثلا يا جماعة انا عاوز اعمل صورة مصغرة على كانفا. هروح اقول له عايز اعمل صورة مصغرة. اوكي. وادوس بحث. تمام الكلام. هو حاليا بيبحث لي عن اللي انا ايه عملت له في البحث ده. طيب. طبعا هو مش جايب اي حاجه. تقول لي في مشكله، اقول لك لا مفيش مشكله. بس سهله جدا وبسيطه. هتعمل حاجه اسمها هنا انشاء. شايفين كلمه انشاء دي؟ هندوس على كلمه انشاء. بعد كلمه انشاء يا شباب، في عندنا هنا كلمه ابتكار تصميم. يعني ايه ابتكار تصميم؟ يعني بكل بساطه في عندك بتاع 500 اداه كده ولا حاجه. عندك هنا التحميل. اوكي. اللي بتحمل من ملفات الجهاز نفسها او بتحمل مجلد. او عندك حاجة اسمها هنا حجم مخصص، ودي هنشرحها بعدين. دي تكتب مثلا هنا الطول، هنا العرض، وتكتب بيكسل او تكتب يعني اي حاجة في الوحدات حسب الوحدة اللي انت عاوزها، بس الافضل بيكسل من وجهة نظري. وفي عندك بوصة، وفي عندك ملي، وفي عندك سنتي. كمان عندنا هنا دي التصميمات الرائجة اللي انت شايفينها، زي مثلا يقولك مستند عمودي بمقاس كذا، بيقولك مثلا 8.5 في 11 بوصة، وهكذا وهكذا وهكذا. اوكي. تمام. فعندك كده مثلا رسائل البريد الإلكتروني. اوكي. دي رسائل البريد الإلكتروني بتظهر لك هنا. مثلا المواقع الإلكترونية دي كلها هتظهر هنا. مواقع إلكترونية ما أصدرها في ابتكاره. فتدور هنا على كل الحاجات، أو تصفح القوالب أو القوالب هنا. ايا كان، هنا عندك برضو التعليمات البرمجية دي جديدة لسه في الموقع. على فكرة يا جماعة الموقع ده بيتطور جدا جدا، يعني كل شوية عمال يتطور. ولو ما لحقتش تتعلم المجال دوت، مجال التصميم والجرافيك والحاجات دي كلها، حرفيا هتخسر كتير. دي طبعا تصفح القوالب او التعليمات البرمجية زي ما انتم شايفين كده. استخدام غير محدود كمان. فعندك هنجرب ده كله، متقلقوش هنجرب ده كله. هنا حاجة اسمها الأوراق. دي كل الأوراق. سوري. دي كل الورقة. يعني مثلا يقول لك هنا ورقة عايز استخدام مثلا غير مدعو، وهكذا وهكذا. عندك هنا مثلا سبورة بيضة. ممكن تعمل هنا سبورة، هنجربها مع بعض. اصبروا بس كده ايه، بس اوريكم. هنا الدوكس. اوكي.
الدوكس بقى فيه بقى مثلا مستند A4 اللي هو ورقة عادية جدا. هنا مثلا مستند بدون صفحات، هنا مثلا مستند رقمي. عندك حرفيا كل حاجة. هنجرب كل ده متقلقش، هنجرب. عندك هنا بقى قسم الفيديوهات، تقدر تضيف فيديو او تعدل على فيديو او زي كده المونتاج بالظبط. اوكي، بس هما دمجوه بقى في فيديو الهاتف الجوال اللي هو 1920 في 1080. فيديو مثلا هنا، فيديو هنا، وهكذا. وانت زي ما انتوا عارفين كده، حاجات بسيطة جدا جدا جدا. عندك هنا مثلا الصور. هنا الصور طبعا دي حاجات مدفوعة. دي ده اوكي. بعد كده هنا السوشيال ميديا زي ما انت شايف، دي الاكثر رواجا. اوكي، زي ما انتوا شايفين كده، دي السوشيال ميديا. وفي هنا اهو زي ما انت شايف كده، ولا في مثلا هنا فيديو، هنا فيديو، هنا فيديو. اي زي ما انت شايف. عندك مثلا هنا العروض التقديمية بقى، اللي هو عرض تقييم البرزنتيشن وحاجات زي كده. هنجربه مع بعضنا برضو. ودي تصاميم لك. اوكي، بس يا شباب دي كل الحكاية. طبعا انا هنا لسه بدأتش في القصة دي، يعني انا بس هوريكم بس يعني شكل الموقع عامل ازاي. شغال الموقع كبير جدا، وفي بروشور، وفي عندك كده نشرة إعلانية، في حاجات كتير جدا جدا. في عندك تعمل شعار أو لوجو، يعني في كتير بصراحة. المهم تعال نجرب. كمان هنا في الذكاء الاصطناعي، وفي عندك هنا قوالب، وفي عندك هنا المشاريع. بس اوريكم القوائم كلها عشان ايه، نبقى عارفين احنا بنعمل ايه بالظبط بعد ما نمسك قايمة قايمة او ايقونة ايقونة. ده مثلا القوالب. عندك مثلا موقع الكتروني، سيرة ذاتية، اللي هو السي في. عندك ممكن تعمل سي في، او ممكن هنا مثلا فيديو تليفون. عندك هنا كل حرفيا حاجة تقدر تعملها موجودة هنا، كل حاجة. طيب يا شباب، نيجي هنا مثلا على الإنشاء. نعمل إنشاء كده، ونحمل مثلا حاجة. احنا حملنا حاجة عندنا من الملفات. مثلا نقول له حجم مخصص. حجم ايه؟ مخصص. مثلا نقول له يا جماعة، انا عاوز اللي هو عايز اعمل مثلا صورة بقاس مثلا 1080 في 1080. خلاص. واقول له ابتكار تصميم بالبيكسل طبعا. ننتظر عقبال ما يحمل. زي ما انتم شايفين كده. شايفين يا شباب؟ يعني هو كده يعتبر حمل، بس لسه هتظهر الايقونات اللي هي على الجهة اليمنى. اوكي، اهو ظهر يا شباب. عندنا ممكن تعمل نص، ممكن تعمل في عناصر زي اللي هي القلب والحاجات دي كلها، والحاجات اللي هي الموسيقى والكلام ده كله. عندك كده المشروعات، عندك التطبيقات. هنجرب كل ده، اصبروا اصبروا عليا. هو حاليا يا شباب بيحمل اهو الموقع. شايفين يا شباب؟ حاليا دلوقتي هو فتح لي قائمة النصوص. تقدر مثلا تضيف مربع نص عادي جدا. طيب يا شباب، دي مثلا نص الفقرة او اللي انت عايز تعملها. مثلا أنا هكتب يا جماعة، يعني في المربع دوت مثلا هكتب
اهلا بكم. اوكي، مثلا عاوز اضيف عنوان، بعمل عنوان مثلا واكتب كده: اهلا بكم اصدقائي الغاليين. اوكي، انا مثلا عاوز اقصر الجملة دي، مثلا عايز اعمل كده مثلا تقصير، عايز اعمل مثلا هنا، اعمل مثلا ايه، اقول لكم دلوقتي. عايز مثلا اخليها باللون الاصفر مثلا، اعمل كده احددها واقول له اصفر يا باشا. عايز اخليها مثلا باللون اللون اللي هو مثلا الاسود. اوكي، واعملها بولد واقفل عليها كده، واشيل مثلا الصغيرة دي واخلي اللي فوق دي كده ايه اهو يا شباب. استنى بس ايه، ايوه، حلو. نلون بقى ايه، يعني خليها مثلا لون تعديل، اه زي مثلا كده يا شباب. لونا مثلا ايه الصفحة اهو. اوكي، عايزين مثلا نعمل منظر كده في العناصر الطبيعية، هما ضايفين هنا شوية حاجات تقدر تضيفها، ايقونات كده بسيطة وحلوة. عندك كده أشكال تصاميم جرافيك، ثلاثية الأبعاد، رسوم متحركة، إطارات، شبكات، فيديوهات، صوتيات، نماذج، كل ده موجود. فأنا مثلا أختار أشكال. هو حاليا بيبحث عندي هنا، أو مثلا عندك هنا أهو، عندك النجمة دي مثلا. اوكي، عندك كده مثلا اللي هو النجمة دي مثلا، وعندنا كمان مثلا ايه، عندنا السهمين دول. فانا عايز اغير الالوان، عايز مثلا اخلي ده اسود. اوكي، ويعني اخليه اصغر شوية، واخلي مثلا دوت بلون تاني مثلا، زي مثلا الاصفر. شكلنا كده هنلعب لعبة الاسهم. اه يا شباب، ايه رأيكم؟ وهنا مثلا نجمة هنا باللون مثلا الايه، بلون مثلا اللبني. وفي مثلا نمسح دي زي بقى ايه، وده برضو يبقى هنا لون لبني، بس خليه ايه غامق شوية. تمام يا شباب، ومثلا نكتب مثلا ايه، نرجع سينا ونروح على تصاميم الجرافيك. اهو زي ما انتم شايفين تصاميم الجرافيك، يعني في حاجات كتير جدا هنا اهو، زي ما انت شايف كده اهو. هنا مثلا عندك، بس انا ما بفضلش بصراحة تصميم الجرافيك، بس اوريكم برضو حاجة كده ايه يعني. لحظات يا شباب، عندنا هنا آه مثلا نختار رسوم متحركة. اوكي، في عندك كذا رسوم متحركة هنا، مثلا عندنا رسوم متحركة للطعام، الأشكال، الكلمات، الأسهم، التصويت السحرية، أيا كان الأمور اللي انت هتختار ايه، بس أنا أوريكم أي حاجة. أوريكم أي حاجة حاليا نختارها مع بعضنا. مثلا نختار مش عارف نختار ايه يا شباب. عندنا ايه تاني، عندنا thank you مثلا ديت، كلمة thank you. هنقصر كده الجملة، أيوة.
ندوس على تاني، نمسح الاولاني ونخلي دي كده، وندوس مثلا نخليها اضافة حركة. اوكي، مثلا حاجة زي كده. اه يا شباب، ايه رأيكم في الحركة دي؟ ثانك يو. نخلي النجمتين دول يبقوا ايه قليلين شوية زي ما انتم شايفين كده يا شباب. حرفيا جميلة جدا جدا. وده الكتاب اللي هو بيبقى عبارة عن يعني كتاب عادي جدا تقدر تضيف له الحركة بتاعته. اهو يا شباب، الوضع مثلا إضافة الحركة زي كده اهو. وتقدر كمان تعمل له يعني مش لازم اهو، بس كده شكله جميل اهو. فكده الكتاب يعني شغال. منظر فعلا جميل حرفيا. هو ايه كل حاجة، اهلا بكم يا اصدقائي، ثانك يو، نجمتين، وهدي ايه الكتاب اهو. فاهمين يا شباب؟ في عندك برضو كتاب هنا ملون افضل شوية. ممكن مثلا تمسح ده وتقصر ده كده وتخليه مثلا هنا كده اهو يا شباب. ادي الكتاب اهو يا شباب. ايه رأيكم في التصميم الحلو ده؟ اكيد اكيد عجبكم يعني اكيد. تمام يا شباب، تمام يا شباب. طيب لو احنا روحنا يا شباب على القوالب زي ما اتفقنا نختار حاجة حاجة. خلصنا حجم المخصص، نختار مثلا ايه. ممكن تخليها مثلا 1920 في 1080. فانت تعمل مثلا اللي هو عادي فيديو عادي جدا بسيط. في عندك هنا يا شباب الموقع الإلكتروني مثلا، ممكن تعمل حاجة زي دي برضه. شوف بس لما يحمل. عندنا مثلا هنا السبورة البيضاء هنجربها مع بعضنا اهو. تمام. هنا بس ايه هنا المواقع لما لا قلتلك عليها. المواقع هنا بيقسمها لك صفحة واحدة أو كذا صفحة حسب اللي انت عايزه ايه. كم صفحة مثلا. اوكي. هنا عندك قلنا السبورة البيضاء. السبورة البيضاء دي جميلة جدا، خدوا بالكم. يعني دي حرفيا يعني بتستغنى عن أي حاجة حرفيا، دي جميلة جدا. بصوا يا شباب تستخدموها ازاي، أنا برضو هجربها معاكم عشان نعرف نستخدمها صح. شوفوا يا شباب، احنا عندنا هنا مثلا كلمة النص. اوكي، بس نسيبه بس يحمل سيجا. عندنا يا شباب اهو القلم مثلا هنا القلم اهو الرسم مثلا هنا مثلا يقولك الأشكال. هنا مثلا الخطوط. هنا مثلا ملاحظات ملصقة. هنا النص، هنا التوقيع بتاعك، هنا مثلا الجدول. نمسك الأول في الرسم. مثلا انت عايز ترسم أي حاجة أو أي حاجة، هتعمل ايه؟ هتدوس مثلا هنا وتختار أي حاجة من دول. مثلا هختار يا جماعة، هختار مثلا قلم التمييز ولا قلم العادي. هختار القلم العادي. هختار مثلا اهو. مثلا أنا عاوز يا جماعة هكتب مثلا ايه. هكتب بالانجليش مثلا كلمة كلمة مثلا فود. ماشي. هكتب مثلا هنا بالقلم اللي هو اللي دوت التمييز دوت عشان يميز حاجة زي كده اهو. شايفين الايه التمييز دوت جميل جدا. هنا مثلا الايه ده عبارة عن قلم برضو تمييز. مثلا ايه ممكن تعمل كده، فاهم؟ يعني زي عبارة عن ايه اللي هو يا جماعة اللي انت بتكتبه مثلا ايه. بتكتبوا حاجات بسيطة مثلا ايه زي كأنك آه، بودة مثلا. اكتب هنا بودة. وهنا مثلا ايه كأنك بالظبط تعمل
بتلون الجملة او الكلام او ايا كان. فاهم يا شباب؟ فهنا بقى ايه بتمسح كل دوت، فاهم؟ اهو ده اللي هو الاستيكة، وهنا اللون زي ما انتم شايفين كده، وده عادي يعني، فاهم؟ فهنا مثلا الاشكال، هنا مثلا شكل الدايرة. اوكي، ممكن مثلا تعمل شكل دايرة كده بسيط، وممكن مثلا هنا تجيب ده كده وتخلي مثلا ايه، هنا مثلا دي ملاحظات يا شباب، تمام؟ وهنا مثلا تعمل في عندك كده اهو توقيعات، توقيع مثلا هنا بسيط ايا كان الامور، اهو زي ما انت شايف كده يا شباب. مثلا لو انا عاوز اكتب ال حاجة مثلا ايه، اه افكركم بقى حاجة عشان ايه يعني، متحدش ينساها. بص يا شباب، مثلا انا هفكركم بحاجة دي. عم دياستي، كوميديا عم دياستي، دي يا شباب القناة، تضغطوا عليها، تعملوها فولو ايا كان بقى. اوكي، اهي يا شباب، تمام نعمل كده. طب يا شباب، دي بالنسبة لي السبورة البيضة، تعمل فيها كل حاجة حرفيا، كل حاجة متاحة يا شباب. حتى بصوا الاستيكة اتمسحت في ثواني، يعني بتمسح كل حاجة بثواني، بتعمل كل حاجة في ثواني. ده يعني الخط أحبه جدا. يعني تعمل مثلا هنا تكتب مثلا حاجة معينة، تحط مثلا نوتة معينة، يعني حرفيا جميلة جدا جدا جدا. بصوا في ثواني تمسح عادي. وهنا ممكن يعني بصوا بفكركم بحاجة، ممكن ألعب في السبورة دي. يعني هنا واحد، هنا اتنين، وعندك اهو مثلا هنا واحد، وهنا اتنين، زي ما انتم شايفين كده. هلعب مثلا اكس او، ادي اكس وادي او، وادي اكس وادي او، وادي اكس وادي او وادي اكس يا شباب. كسبنا. ايه رايكم في اللعبة دي؟ لا بجد، ايه رايكم في اللعبة دي؟ اكس او دي يا شباب، ايه رايكم فيها؟ يعني هنا مثلا اهو زي ما انتم شايفين، هنا مثلا عملت اكس، وهنا عملت او، هنا اكس وهنا او، هنا اكس وهنا او، هنا اكس وكسبنا، وهنا اكس وكسب. ف اظن السبورة الرائعة دي جميلة يعني. طيب يا شباب، عندنا ايه تاني؟ عندنا يا شباب حاجة اسمها الدوكس، دي فيها كل حاجة برضه، طبعا المستندات، في مثلا قانوني، في خطاب، ايا كان الامور، زي ما انتم شايفين كده اهو. عندك كمان يا شباب ممكن تعمل صورة عادي جدا. احنا محملين صورة اهي، يعني ممكن ندوس عليها كده. هوريكم برضو الصورة. هنا مثلا السوشيال ميديا، مثلا انت عاوز تعمل حاجة زي كده مثلا، يعني فيديو كده بسيط. هوريكم ازاي تعملوه دلوقتي. هو الموضوع سهل يا شباب، بس ايه محتاج بس ايه تركيز، وان انت يعني تشغل دماغك شوية، فاهمين يا شباب؟ شغلوا دماغكم يا شباب، عشان الأيام الجاية دي حرفيا اللي مش هيشغل دماغه مش هيوصل ومش هينجح. يعني حرفيا اللي بيجتهد ويعمل في كل المجالات وفي كل الأفكار،
اللي هو حابب يتعلمها. المجالات دي حرفيا هي المستقبل حاليا، المجالات دي هي المستقبل. فبجد بجد هيفرقوا معاكم جدا في الكلام دوت. فدي نصيحة يا شباب، اتعلموا اتعلموا ثم اتعلموا. طيب يا شباب، جبنا التحميلات اهي. حاليا بيحمل المقاطع اللي احنا ضفناها للموقع. يا ده يا شباب، حملنا المقاطع وحملنا كل حاجة. مثلا يعني عندنا حاجة زي كده. تمام يا شباب. فدي عادي ممكن نشغل عليها مثلا مقطع كده بسيط، تعلم الكلمات الإنجليزية السهلة. فاهمين يا شباب؟ طيب يا شباب، دي بالنسبة للقصة دي. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا كمان يا شباب حاجة زي ايه، هوريكوا دلوقتي. شوف يا شباب، عندنا هنا في التلات نقط دول. سوري. عندنا هنا في الجزئية بتاعت الإنشاء. تمام يا شباب. عندنا يا شباب هنا الجزئية دي بتاعت ال يعني اهو يا شباب، بصوا عندنا هنا التلات نقط دول بتوع إنشاء. طيب يا شباب، رجعنا تاني للموقع. زي ما انتم شايفين كده، عندنا هنا، عندنا مثلا هنا عندنا الجزئية دي كلها بتاعت السوشيال ميديا،
بعد كده هركز على حجم المخصص. هنا مثلا عاوز تعمل مثلا ورقة معينة بمقاس معين، سهلة جدا تكتب مثلا هنا الطول، تكتب هنا العرض، وتحدد مثلا انت عاوز بوصة ولا ملي ولا سنتي ولا بيكسل. تمام يا شباب، عندنا برضو كذا حاجة. بالنسبة مثلا للجزئية بتاعة يعني مثلا عندنا هنا ايه، عندك مثلا عاوز تعمل شعار او لوجو بسيط كده. اهو شباب بصوا، هذا يا شباب دي كل الحاجات زي اللوجوهات ديت. اوكي، ممكن تعمل حاجة زي كده، فهو بيرشح لك ممكن تعمل هنا انشاء شعار. تمام، وعايز تعمل مثلا شعار معين مخصص ليك، وبكل بساطة مثلا انا لو هعمل شعار ممكن مثلا اعمل ايه، ممكن مثلا اعمل يعني شعار كده بسيط. انا مثلا عاوز مثلا اعمل حاجة زي كده، ماشي، وعاوز مثلا ايه، عاوز اخلي شعاري مميز، فممكن مثلا اكتب هنا يعني اسم المكان بتاعي، او البراند بتاعي مثلا. فاهمنا يا شباب؟ يعني مثلا اكتب هنا مثلا لحظات فو، او مكتب مثلا فادي، سوري يا شباب، فادي. اوكي، مثلا فادي مثلا كلمة صقر، فادي صقر. تمام، واعمل حسب الشعار ده مثلا انا عاوز ايه، عايز اخليه مثلا اكبر شوية. تمام، عاوز بخلي الاسم بتاعي البراند بتاعي يكون اكبر سنة، فعايز مثلا اكتب هنا، اكتب مثلا ايجيبت، وادوس انتر زي ما انتم شايفين كده. بس انا عاوز اخلي الشعار ده يكون مثلا لونه بالمنظر ده كده، ومثلا عاوز اخلي الشكل ده مثلا يبقى باللون الاصفر. اوكي، واكبر الخط ده كده، وفي نفس الوقت يبقى انا ايه، عملت التصميم اللي انا عايزه. وعاوز مثلا اخلي التصميم دوت يبقى فيه مثلا خط مثلا مميز، زي ما انتم شايفين كده مثلا. فانا هختار مثلا الخط ده كده، او الخط ده كده، واخليه مثلا باللون الاصفر. طبعا على حسب كل واحد هو عاوز ايه للبراند بتاعه. اهو يا شباب، ممكن نعمل حاجة زي كده. آه ممكن مثلا نعمل حاجة زي كده. حاجة فاهمني مموج كده، فاهم اللي هو ايه، يعني شكل كده جميل لذيذ. مش عارف ده لو خليته اصفر هيحصل ايه. هو كده شكله جامد. اهو فادي صقر، وهو يا شباب عملنا تصميم فعلا جامد. هو مش قوي يعني، بس ايه يعني هو حلو حلو. مثلا عاوزين مثلا نعمل في الادوات، عايزين مثلا نعمل رسمة بسيطة، مثلا رسمة بسيطة كده لذيذة. ممكن مثلا هنا نعمل حاجة كده هنا، حاجة زي كده مثلا.
ايه رأيكم يا شباب؟ يبقى اكتبوا لي بقى في الكومنتات بقى الشكل ده حلو ولا مش قد كده. انا مش انا كده يعني عملته صح ولا ايه؟ انا حسيت انا كده الدنيا خالص مش عارف ليه. ده بقى بالتصميم ده كده نعمل مثلا خط كده، نعمل حاجة زي كده، نعمل حاجة زي كده. اقعد الون الون. اوكي مثلا نعمل هنا بلون تاني، مثلا نشوف لون تاني كده هنا، مثلا لون اللون ده مثلا مش قد كده. شوف مثلا اللون ده، حلو اللون ده، حلو الكلام. مثلا نعمل كده هنا اهو. كده بقت زينة، حرفيا بقت زينة. بس يا شباب دي الحكاية والرواية. يعني انا مثلا قصة اللي انا امسح كل اللي انا عملته مثلا اهو. شايفين يا شباب كده؟ هو حد ينسى يشترك يا جماعة، يعني بجد قناة فعلا ممتازة. طيب يا شباب عندنا ايه تاني؟ ايه تاني ممكن نعمله؟ تعالوا بقى ندخل على الصفحة الرئيسية. اوريكم مثلا ايه، اوريكم ازاي مثلا نستخدم حاجة زي مثلا ايه. عاوز اعمل صورة يعني صورة للبحر مثلا على الشاطئ رملي. تعال نشوف هو هيعمل ايه بالظبط، هو هيعمل فيديو ولا صورة، هيعمل ايه بالظبط. هنا عندك اهو كذا حاجة. تعال نقول له ارسال ونشوف هيعمل ايه. انا عمري ما جربت الخدمة دي، بس انا هوريكم برضو ايه هو هيعملها ازاي. احنا في انتظار طبعا الصورة. هنشوف الامور ماشية ازاي دلوقتي. ركزوا معايا. واو، من اولها كده فعلا واو. في غروب الشمس والتفاصيل الدقيقة اللي هو عاملها بصراحة يا شباب، بصراحة حاجة تحفة، حاجة فعلا تحفة. منظر نهاري مشرق بلون مية فيروزية ورمال ذهبية، غروب دافئ بألوان برتقالية ورائعة، لقطة قريبة على الشاطئ مع إصداء وقت الغروب. واو 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 واو. بصوا يا شباب التفاصيل دقيقة جدا جدا جدا، يعني حرفيا ممتاز جدا جدا جدا. طيب ممكن اعمل حاجة جميلة. ممكن مثلا اخلي في صديق ماشي، يعني او وصاحبه يمشون على الشاطئ. تعال نشوف هيعمل ايه. احنا منتظرين منتظرين المفاجأة. نشوف هيعمل ايه يا شباب. انا توقعاتي هيعمل حاجة جميلة، مش عارف ايه هي، بس هيعمل حاجة فيها فكرة. واو يا شباب، شايفين الجمدان؟ فعلا فعلا فعلا، يعني من احسن الحاجات اللي شفتها.
عملها بدقة التفاصيل الدقيقة جدا يعني. طيب عايزين نقول له مثلا عايزين نقول له اعمل لي صورة بها شاب موجود أو جالس على كرسي على شاطئ البحر. تعال نشوف هيعملها ازاي. هيعملها زي ما احنا افتكرنا، ولا هيضحك علينا ويعمل حاجة تانية؟ هنشوف. ايه يا شباب الجمال ده؟ شايفين الجمدان؟ بصوا يا شباب، بصوا الروقان. شايفين الروقان يا جماعة؟ ده الواحد والله ما عايش، مش عايش وإنسان يومي. جميل والله، جميل حرفيا. منظر طبيعي 100%. يعني بص، جابها لي كمان بكل الاتجاهات يعني. مش سايب لي اتجاه حرفيا. بص بقى، نضارة الشمس ومية بقى. وبجد الواحد نفسه يعني، نفسه بجد يعني ايه، فعلا يستمتع بكل حاجة في البحر. آه طيب نقوله بقى مثلا يعني ايه يكون. يعني طيب خلي يكون جنبه، يكون آه ماسك كوباية كوباية شاي، متأمل في البحر. يلا بينا، تعال نشوف يا شباب هيعمل ايه. بقولكوا ايه، توقعاتكوا يعمل ايه؟ توقعاتكوا ايه؟ واو يا شباب، شايفين المنظر؟ كوباية الشاي يعني حلوة، بيتأمل في البحر. حاجة فعلا في منتهى الجمال. طيب عايزين نقوله مثلا آه يعني احنا قلنا له خليه يكون بيلعب كورة مع أصدقائه يعني. تعال نشوف هيعملها ازاي.
أهلا يا أصدقائي. رجعنا لكم من جديد. طبعا تعال نشوف بقى هو عمل ايه. هيضربها في يا رب بنطلع الكورة اهو يا شباب. حرفيا حرفيا متعة. متعة وانت بتلعب هنا كورة على البحر. حاجة فعلا متعة يا شباب. تعال بقى نقول له خلينا طيب خليهم يلعبوا. خليهم يلعبوا يل... يلعبوا كرة سلة على الشاطئ. تعال نشوف هيعمل ايه. وقولوا كده في توقعاتكم في التلاتة هيعمل ايه بالظبط، او هيمشيها ازاي، ولا هيعملها اصلا ولا مش عارف يعملها. طيب يا شباب، هنشوف دلوقتي الصورة التانية. حرفيا واو، برضو جميلة، مش وحشة. طيب ده بالنسبة للقصة بتاعة الحوار دوت. زي ما شايفين ده الشعار زي ما قلنالكوا. وهنيجي هنا ونشوف. طبعا ده القصة كلها بتبع الموقع. في عندك هنا قوالب، في عندك هنا ممكن تعمل صورة، ممكن تعمل فيديو، ممكن تعمل هنا مستند، هنا ممكن تعمل سبورة، وهكذا وهكذا وهكذا. حرفيا يا شباب الجميل جدا، فيهم أفكار، فيهم أفكار جميلة جدا. يعني موقع حرفيا مفهوش أي غلطة. يعني عندك كده عرض سيرة ذاتية ممكن تعملها. تمام. عندك كده مثلا عندك هنا كمان للعدد التقييم اللي هو presentation دوت. ففي حاجات حلوة هنا برضو زي ما انتم شايفين كده يا شباب. في هنا زي ما قلت لكم هنا ممكن تعملوا اللي هو السي في عادي جدا. بتعمل ببساطة يعني. زي ما انتم شايفين هنا في قوالب كتير جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده اهو.
يعني ما بتخلص. يعني بص، لو نزلت اكتر من مرة، في عندك طبعا بالعربي وبالانجليش وكل حاجة، كل ما في خيالك هتلاقيه موجود هنا. بص يا شباب، في بالعربي وفي بالانجليش، طبعا في حسب طبعا الايه اللي انت يعني معاهم وكده. تقدر تختار هنا اي اللي انت عاوزه وتختاره وتعمل هنا من التمبلت، وشكرا على كده. حرفيا هنا يعني لا، هنا في كل حاجة تقدر تعملها وببلاش، حرفيا ببلاش. ف يا شباب استغلوا الفرصة ديت. فرصة جميلة جدا. هتنفعكوا في المستقبل، مجال مهم تعلموه. آه، بالنسبة لي هو فعلا أفضل مجال من مجالات كتير مفضلة بالنسبة لي. عندهم يعني بص، عندهم كل حاجة. هو فعلا شامل كل حاجة. يعني هنا مثلا يقولك هنا النمط ايه، وممكن تختار النمط. فاهم يا شباب؟ هنا مثلا اللغة، عاوز لغة ايه؟ عايز عربي موجود، عاوز انجليش موجود، عاوز ايا كان كل المتاح يا باشا، كله متاح. فيعني استغلوا يا شباب الحاجة زي دي، حاجة مفيدة ليكم، تستفيدوا بيها. بجد فعلا حاجة مميزة. هنا مثلا انا عاوز اعمل هقولكم مثلا ايه. فكر عاوز مثلا عاوز اعمل مثلا صورة ستريمر. اوكي. يعني مثلا ايه، بيلعب حد بيلعب على الكمبيوتر في أوضة، في مثلا في غرفة جميلة، في غرفة يعني جيمنج مميزة، تدل على شباك، أو تدل مثلا على يعني شباك جميل. تعالوا نشوف كده هيعمل ايه، او الشكل اللي هيطلع في الاخر بشكل ازاي. حرفيا يا شباب جميل جميل جدا. بجد انا مستمتع، وانا يعني يعني في قمة حماسي ان انا اشوف حاجة جميلة بيقدمها فعلا الموقع. بص هنشوف هيعمل ايه دلوقتي، ركزوا معايا، خليكم معايا يا شباب. بجد واو يا شباب، بصوا فعلا دي غرفة احلامي. بجد يا شباب دي غرفة أحلامي. بص يا شباب المنظر الرائع دوت. بص النجوم أو بص الغروب. بص هنا الجمدان فعلا اللي في الأوضة اللي فعلا يعني. لأ يا شباب، بص يا شباب الصورة التانية عاملة ازاي. واو. أنا نفسي فعلا في الأوضة دي أو فعلا في الغرفة دي بجد يعني. مكان رائع يا شباب. بص يا شباب الأوضة مرتبة ازاي، الديسكتوب موجود ازاي. لا فعلا يا شباب، في فرق شاسع يا شباب. شباب بص يا شباب عامل ازاي. بص هنا المكان الرائع، يعني حرفيا يا شباب. لا في فرق يا شباب. بصوا الوضوح، الشكل، الديكور عامل ازاي يا شباب. الديكور عامل ازاي. الدنيا مرتبة بطريقة جميلة. يعني بجد بجد فعلا في هدوء كمان في الغرفة دي. هدوء مش طبيعي. بحس كده ان انا ايه يعني، فاهم يعني. لا، ولما تبص مثلا الواد ده يبص مثلا هنا، مكان جميل. حس ان انت يعني لا بجد جميلة جميلة جدا. انا نفسي اكون مكان الواد دوت يعني بجد. يعني كان اكون مكان الواد ده واكون هنا. والعب اللعبة ديت. معرفش اللعبة دي عبارة عن ايه اصلا. فلا، حلو يا شباب، حلو يا شباب. طيب يا شباب ممكن نعمل حاجة جميلة برضو آه، نفكر فيها، وهي ان انت ممكن نعمل مثلا ايه. نقول له مثلا أريد أن أكون أن صديقه وصاحبه وأصحابه مثلا في حديقة يعني آه، بها
مثلا ايه، حديقة فيها ايه يا شباب؟ حديقة مثلا بيها يعني يعني منظر جميل، منظر جميل. تعال نشوف هيقول ايه او هيعمل ايه بالظبط. احنا في انتظار يعني الرسمة الجميلة اللي بيعملها. توقعاتكم إيه يا شباب؟ توقعاتكم إيه يا شباب؟ واو، شايفين المنظر الجميل؟ شايفين القعدة الجميلة؟ شايفين الهدوء، الطبيعة الخلابة، المكان الرائع؟ شايفين هما بيتصوروا ازاي؟ بجد يا شباب الموضوع جامد. بجد نفسي اكون معاهم هنا في الصورة واتصور. صورة واقعية جدا يا شباب، بجد صورة واقعية واقعية واقعية. يعني المكان فعلا رائع، الخلفية رائعة، حاسس ان انا بتصور بالفول اتش دي. لا الموضوع جامد جامد يا شباب، الموضوع جامد جامد جامد. يعني لا، حاسس بتصور ب 4K مش فول اتش دي، 4K و 8K. يعني ايه الجودة دي يا شباب؟ الجودة دي مش هلاقيها في اي مكان تاني. والله نفسي اكون مكانهم يا شباب بجد. يعني المكان احس انه رائع، لو المكان ده لو في اي مكان هروحه. حرفيا جميل جميل بجد رائع. بصوا متصورين ازاي. لا جامد بجد. انا مستمتع 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 لدرجة يعني. بصوا يا شباب، ايه ده يا جدع، ايه ده يا جدع. لا بجد الصورة ممتعة. بيقول لك كده يعني حاول طويلة في حديقة خضراء، لقطة جماعية من منظر جبلي وأشجار، جلسة مريحة في حديقة مع أجواء هادئة. آم، هقوله تمام، هقوله تمام. تعال بس انا يعني هشوف هيعمل ايه اكتر. هقوله ماشي، اعمل لي اللي انت ايه يعني عاوزه تعمله. اوكي. شوف بس هيفكر ازاي او هيعمل الصورة التانية ازاي. لحظات يا شباب. شوف بس هو هيعمل ايه يا شباب، بجد الرسمة هتبقى جميلة جدا. ركزوا بقى فيها. هو فعلا هو رسم حاجة يعني فول اتش دي، مش فول اتش دي خالص، دي 4K يا شباب. بصوا بقى الجمال، بصوا الجمال، واو 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 واو. هنا بقى يعني بص مكان تحفة. هنا في غروب وفي أشجار وفي شباب حلوة، والنضارات بقى عاملة شكل الواد ده برنس يعني. لا بجد فعلا ممتاز ممتاز يا شباب. يعني أنا فعلا مبسوط، والمبسوط أكتر بالصورة دي. هي بالصورة دي، والصورة نفسي أكون مكان الواد دوت. بص كام شاشة حواليه، تلاتة، أربع شاشات. وهنا في شاشة واحدة أهو، وهنا في شاشة واحدة كمان، وهنا كرسي الجيمنج بقى، وشكل بقى اللي هو ايه يعني الواد جميل. لا بجد جميل، والمكان اللي هو المنظر الجميل دوت جميل جدا. طب يا شباب عاوزين أي حاجة؟ بالتوفيق لكم يا شباب. بجد موقع رائع، استغلوه جدا. في حاجات مميزة جدا هتفيدكم في المجال. اتعلموا المجال يا شباب. مجالات كتير اتعلموها حاليا. يعني بجد في مجالات على الانترنت يعني ما بتخلص. مجالات كتير استغلوها حاليا، انتوا في فترة شباب ممتازة جدا. انتوا الأمل، انتوا المستقبل. شباب أنا يعني بتمنى لكم كل خير، ومن كل قلب بجد يعني بالتوفيق لكم، وبحبكم، وباي باي يا شباب.